رب فينا قلنا يهون علينا، ده أول الشكران، ده أول. مشاهدينا جه ميعادنا للفقرة الرياضية في برنامج صباح الخير يا مصر، والنهاردة الفقرة مختلفة شوية. احنا هنتكلم على القوة الخارقة. هل دي رياضة؟ هل اللي عنده قوة خارقة ده بيبقى أصلا إنسان رياضي، ولا هي هواية، ولا هي حاجة الإنسان بيتولد بيها؟ ده اللي هنعرفه في لقائنا دلوقتي مع أستاذ عبد الكريم عبيد. هو صاحب قفزة شهيرة من أعلى كوبري قصر النيل، وكان قفزة الخروج من مكبل بالقيود والسلاسل. صباح الخير يا أستاذ عبد الكريم. صباح النور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا شفنا القفزة بتاعت حضرتك ومعانا الفيديو هنشوفه على الهواء. حضرتك كنت مكبل بالسلاسل والحبال وقفزت من أعلى كوبري قصر النيل. وأول لما قفزت لقينا مفيش سلاسل ولا حبال، وطلعت على طول على سطح المية. القدرات دي ربنا مدينا قدرات قوية من بعد ظاهرة كونية حصلت معايا. المرة دي جيت قفزت عشان أنا المرة اللي فاتت قفزت قفزة استقرار، إنما المرة دي ممكن حضرتك تشرح لنا الخطوات اللي احنا شايفينها على الهواء؟ القفزة دي على أساس أنا برضو يعني لما جيت أقفز من أجل شهداء 25 يناير وشهداء 6 أكتوبر، وخاصة لازم شهداء ألتراس أهلي. فأنا بأكد القدرات بتاعتي وبسعى من وراء الحاجات دي إن أنا برضو أدخل زبوك الجيجين. لكن يعني حضرتك بتبقى عايز تجذب الانتباه بكل قفزة بتعملها أو بكل حركة بتعملها لقضية معينة. ده اللي حضرتك وكنت بدعو للسلام وجيت في برامج عالمية قبل كده على أساس يعني، وإن شاء الله بإذن الله يعني أتمنى من الله واسعة إن أنا أدخل الموسوعة العالمية وإن المسؤولين تهتم. بياخد ترتيب من حضرتك أو تدريبات ولا؟ بياخد تدريبات شاقة طبعا. كنت باخد يعني قد إيه اتدربت علشان تقفز القفزة من أعلى كوبري على خزان أسيوط ونفسي وأشوف النفس واختبر نفس والقدرات والقوة، وكنت بجري كل يوم 10 كيلو و15 كيلو في الشارع أو في التراك، واخد بال حضرتك؟ فلازم أكون مستعد استعداد كامل، وده بفضل من القدرات والخوارق اللي حصلت عندي كانت حصلت معايا ظاهرة كونية. لكن حضرتك أصلا رياضي يعني في البداية ابتديت كرياضي وبعدين لقيت موضوع القوة الخارقة ده ظهر عندك. أنا يعني في الرياضة كنت بلعب في النادي الأهلي مسافات طويلة وماراثون، كنت بستعد للماراثون أصلا عشان حصل معايا الظاهرة الكونية بتاعة الأطباق الطايرة دي، على أساس يعني كنت بتمرن ونزلت عليها حاجة من الفضاء وجهت عليها إشعاع. الإشعاع اتمكن يعني حضرتك بتقولي ان دي حاجه ما اتولدتش بيها، يعني دي حاجه جات لك عن طريق بيها دي انا كنت بتمرن في الجبل بعمل قوه تحمل للماراثون. الماراثون مسافه قدرها 42 كيلو. يعني معنى كده ان مش اي رياضي او مش اي لاعب العاب قوه بعد فتره يقدر يمارس الحاجات دي او يقفز قفز زي اللي شفناه؟ لا، ده الخوارق دي حاجه من الله سبحانه وتعالى بعد الظاهره الكونيه اللي حصلت معايا، وسحبوني شفطوني جوه المركبه الفضائيه دي ودخلوا ايدي جوه الجهاز، شفت العظمتين ال5 عظمات على الشاشه وعلى الشاشات اللي قدامهم. وبعد الاجراء ده بص لزميله الثاني، كان زميله الثاني قدامه حب لوري في حيوانات وطيور جمعينها من الصحراء. لما ركز النظر على زميله اتناول الجهاز زي الترمومتر حطه في بقي. فحصل ان انا ده كان كشف على حضرتك يعني بعد لما حصل لك حاجه ولا هما بيعملوا فحوصات عندي يعني؟ هم كانوا متمكنين فيا، انا ما كنتش اقدر اتكلم ولا اقدر امسك فيهم علشان اهرب ولا حاجه. هم اللي شهاده يعني حضرتك واجهك موقف معين وبعديها ده تم كشف عليك، اكتشفت ان كان في اشعاع او حاجه، وبعدين حضرتك بتقول ده اللي سبب ان يجيب لك القوه الخارقه بعد كده؟ بعديها حصلت معايا حاجات تطورات ايام الحاجات اللي بطلتها زمان، لكن مش نتيجه لتدريبات او حاجه. طب حضرتك قلت ان دي ما كانتش اول التدريبات اللي هو القفز والتدريبات النفسيه، لكن دي ما كانتش اول قفزه حضرتك؟ لا، في البدايه كانت نتيجه يعني بعد الموضوع ده، بعد موضوع الفضاء ده. الحاجات الباقيه تركيز ذهني كان زي ايه؟ عندي. طب كان زي ايه؟
نعم. كان زي ايه غير القفزه اللي شفناها؟ كانت ايه الاساليب الثانيه او ايه الممارسات الثانيه اللي حضرتك؟ تركيزي انا القفزه دي يعني توصلت ليها انا من نفسي، بقيت يعني يربطوني مثلا في رجليا وفي ايديا في سلاسل وحاجات، اركز مع نفسي لغايه ما الحاجات دي تتقطع في دماغي، يعني بقيت تنمي القدرات اللي عندي في الذاكره الداخليه في مخي، القدرات الذهنيه. ايوه، لكن كان بنشوف برضو دايما في القوى الخارقه، بنشوف الناس اللي عندهم القوى الخارقه بيشدوا عربيات، بيشدوا اتوبيسات. حضرتك برضو مرت عليك الحاجات دي ولا كان كلها؟ لا انا بصراحه وبما يرضي الله ايام النظام البائد، العهد البائد، انا ما كانش يعني حد خدمني ولا واقف جنبي، انما في النظام الجديد في عهد الرئيس مرسي وبما يرضي الله الواحد في امن وفي امان وبيركز في كل ده ايه علاقته باللي حضرتك بتعمله؟ دي مالهاش دخل يعني. انا عاوز اقول لحضرتك على حاجات مهمه. انا اتقبض عليا قبل الثوره ب3 شهور، وزير الداخليه حبيب العدل امر بالقبض عليا لان انا كنت بطالب بمطالب، كنت بطالب بزياده تحدي الاجور، وكنت راح اقفز وامر بالقبض عليا، وقعدت 9 ساعات في اسم قصر النيل، وثاني يوم كنت رايح قدام مجمع التحرير قعدت 4 ساعات. لا شك طبعا ان كان في قمع طبعا، لكن تعرف الحقيقه. لا طبعا الجماهير طبعا يا فندم عارفه الحقيقه، بالدليل ان الجماهير قامت بثوره اللي حصل معايا. انا حق كمواطن مصري في عهد الرئيس الفاضل الدكتور محمد مرسي، ربنا يخليه لينا ويديله الصحه والعافيه. ده استاذ عبد الكريم، ربنا جابه للبلاد عدل. استاذ عبد الكريم حضرتك معانا دلوقتي بتكلمنا على القوى الخارقه اللي عند حضرتك. نبيل العزة من امن قدام عاصمه، وما كنتش يعني كانوا بيطفشوا فيا. استاذ عبد الكريم حضرتك هنا معانا بتكلمنا على القوى الخارقه اللي عند حضرتك. احنا بلا شك طبعا عارفين النظام البائد كان بيعمل ايه زي ما حضرتك بتقول، وعارفين ان احنا دلوقتي عندنا تطلعات كلنا لحاجات معينه، لكن حضرتك بتكلمنا على موضوع القوى الخارقه اللي حضرتك واللي جاب لي حق الشهداء اللي قاموا بالثوره، هم ربنا يبارك فيهم، هم اللي رجعوا لنا حقوقنا. استاذ عبد الكريم حضرتك وتوقفت على العمل ووقفوني عن العمل شهر، والمستشار حكم لي ان انا رجعت للشغل ثاني، فدي حق ان انا اقول كده. طب الحمد لله. في عهد الرئيس الفاضل الدكتور محمد مرسي، ربنا يديله الصحه والعافيه. استاذ عبد الكريم هتكلمنا على القوى الخارقه ولا مش هتكلمنا على القوى الخارقه؟ عادي يعني انا بحب. طب نرجع للقفزه اللي حضرتك السيد دكتور يحيى كشك محافظ اسيوط ان استقبلنا استقبال رائع ورحب بيا وقف جنبيا. احنا حاليا في نظام اللهم صل على النبي، يعني ناس سبحان الله ناس كويسه جدا جدا ومحترمه. فانا هدخل معاك بقى اتكلم مع حضرتك برضه في هتتكلم في ايه؟ هو واضح ان حضرتك مراتب الخطبه بتاعتك. لا مش خطبه، مش الموضوع بتاعنا خالص. بقول الحاجات اللي حصلت معايا حضرتك، عشان التلفزيون المصري كان بيتحامل على الرئيس من شهر، كانت بيجيبوا ناس تتحامل على الرئيس مرسي، واحنا من الشعب فاهمين كل حاجه. مين الناس اللي حضرتك الشعب يعني داعيه اسلامي من بره يتكلم، يقعدوا ناس كده هو مش عارف من ايه، ويهاجموا الداعيه الاسلامي ويتكلموا براحتهم. استاذ عبد الكريم الحاجات دي فاهمينها احنا. استاذ عبد الكريم لو حضرتك احنا ورا الرئيس مرسي، وراه وشعب اسيوط صغارا كبارا شبابا كلنا معاه. حضرتك دي الخطبه لا مش خطبه حضرتك، هو الحقيقه اللي حاصل واحنا الشعب فاهمين الحقيقه. حضرتك دلوقتي بتكلمنا في الموضوع اللي احنا شفناه والتقرير والفيديو القوى الخارقه اللي عند حضرتك. اتفضل. الاوضاع السياسيه اللي على الساحه دي حاجه بتشغلنا كلنا وبتشغل كل المواطنين، لكن دلوقتي ده مش مجالها ولا مجالها فقرتنا دلوقتي. وحضرتك بتقول اتهامات ملهاش اي دلائل. اتهامات ما هو اهو الدلائل اهو. حضرتك احنا سمعنا حضرتك هتلاقيني مقبوض عليا ايام مبارك، يدخل عليا عبد الكريم عبد حسنين، هتلاقيني مقبوض عليا، وثاني يوم اتقبض عليا في التحرير. اكتب اي حد يكتب عبد الكريم عبد حسنين يجي يعرف مين عبد الكريم عبد حسنين. حضرتك ازاي مش دلائل؟ يكتبوا دلوقتي شوف كلامي صح ولا غلط ايام النظام البائد. طيب استاذ عبد الكريم دلوقتي احنا عرفنا طبعا الكلام اللي حضرتك قلته في كل وجيم اسباني عالم رامون جنيفا اوزور وفيرار في كل المجالات. عرفنا المجالات السياسيه والقوى الخارقه، واحنا بنشكر حضرتك جدا انك اديتنا الخطبه دي وشكرت كل الناس، وما كنا نعرف على نفسنا نتعرف على القوى الخارقه اللي عند حضرتك اللي شفناها، بس ما كانش عندنا الوقت ده لان حضرتك قلت كلام ملوش علاقه بالموضوع. بس احنا دلوقتي عندنا تقرير عن السياحه في مصر وهنرجع لكم مره ثانيه.